السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عملت لكم الفيديو ده الكشري المصري، طبق غني بالنشويات بقى، وفي فيتامينات طبعا، وفي بقوليات، يعني في كل حاجة واملاح، كل حاجة مغذي جدا جدا جدا. وان شاء الله يعجبكم، وعملت لكم بكل اسراره وتكاته وبالتفصيل بجد. يا ريت تتابعوا الفيديو معايا للنهاية، بجد هيعجبكم، كل ثانية فيها تعجبكم جدا، وهتحسوا فعلا ان انتوا استفدتوا. اللي ما بيعرفش يعمل الكشري المصري هيعرف يعمله احسن من احسن المحلات. بس لو بتشوفوني لاول مره، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير للقناه والفيديو، وتشتركوا معايا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد عن قناتي. ودلوقتي بقى نروح نبدأوا بقى في الوصفة بتاعتنا والكشري المصري. دلوقتي انا جبت البصل، نضفته وغسلته كده بالشكل ده، وابدا اقطعه بقى حلقات، تقطعيه زي ما انت حابه تقطعيه. البصل هيبقى اول حاجه هنعملوها معانا في الكشري المصري، وبعد ما قطعته بالشكل ده تبداي تفصصيه من بعضه لو في اي حاجه ماسكه في بعضها كده، وارش عليه شويه من النشا، واقلب فيه النشا كويس قوي قوي كده لغايه ما النشا يوصل لكل بصلايه موجوده فيه. واروح بقى في طاسه فيها زيت، والزيت طبعا يعني ايه، يكون يعني ايه سخن بقى، وننزل بقى كده بالبصل بتاعنا والبصل بتاعنا بقى. اول حاجه عملته ليه؟ عشان الزيت بتاعه اللي هو بتاع البصل اللي انا حمرت فيه البصل دوت، هو دوت الزيت اللي هستعمله بس في كل وصفه الكشري. ودلوقتي بقى اسيب البصل يتحمر، وجبت حله حطيت فيها شويه من الزيت ومعلقه من الملح كده، واسيبها لحد ما تغلي. وبعد ما تغلي انزل بالمكرونه بتاعتنا عشان نسلق المكرونه الكشري. ودلوقتي البصل معانا اهو زي ما انتوا شايفين. وجبت هنا بقى عدس بجبه اهوت قدامكم. طبعا انا غسلته وصفيته من ميته، وحطيت عليه ميه سخنه مغليه اهوت. شوفوا بقى التركه الجامده ديت، تحط ميه سخنه مغليه قبل ما تسوي العدس بجبه، وتسيبيه 10 دقايق كده مع الميه السخنه لغايه ما تحسي ان العدسه كده اتفتحت كده معاكي. ودلوقتي بقى النور قطع بقى، بس كنت لازم اكمل الفيديو. والبصل بدأ يتحمر معانا، والمية بتاعت المكرونة بدأت تغلي. هجيب بقى ايه المكرونة بتاعتنا بقى، هي مشكلة زي ما انتوا شايفين كده. انا رحت بقى عند العطار وقلت له انا عايزة مكرونة للكشري. بصراحة شكل لي المكرونة كده، اداني المكرونة الحلزونية ديت، واداني المرمرية، واداني يعني ايه كذا صنف من المكرونة، والسباكيتي طبعا. انزل بقى بالمكرونة ديت في المية المغلية بتاعتنا اللي احنا ضفنا عليها الملح والزيت. وكمية المكرونة أو أي كمية تحبي تعمليها دي حسب بقى انت تقيمي بقى الاستهلاك بتاعك أو اللي انت محتاجاه ايه. وأسيب بقى المكرونة بقى تتسلق، وأشيل بقى البصل بتاعي على طول كده اهوت. بسم الله ما شاء الله، شوفوا حتى لون البصلة تحس ان هي موردة كده جميلة. انا وهيفضل ناشف معاكم، انا بحب درجة البصل ديت. وبعد ما خلصت البصل اجيب بقى حله، كل حاجه على طول كده خليكي في السريع. هنزل بيها بايه بقى؟ شوفوا ده الزيت اللي انا محمره فيه البصل. هنزل بقى بمعلقتين 3 كده زيت، 4 5، وانزل بقى ايه بالبصله. انا مقطعاها كده مكعبات لحد ما البصله تبدا تدبل معانا وتاخد لون ذهبي كده. اروح بقى اشوف المكرونه بتاعتنا، حاسه ان هي خلاص كده اتسلقت معانا. وعشان نعرف ان هي اتسلقت نمسك بقى مكرونيه كده زي ما انتوا شايفين كده اهوت، مكرونيه سبكتايه. شوفي تحسي اللي هي لينه معاكي، بتاخد وتدي معاكي كده ما بتتقطمش. يبقى هي كده استوت. ونشوف برضو المكرونه التانية بتاعتنا اهيت. هي بقى سخنه، يعني سخنه قوي، يعني بخلوا بالكم انتوا بتمسكوا الحاجه. شوفي تحسي بقى اللي هي بقت لينه معاكي كده وما تتقطمش معاكي. ادفع المكرونه بقى واسيبها ايه في الميه المغليه دي ايه 4 5 دقايق. والعدس بجبه بتاعنا هوت، انا بعد ما عدى 10 دقايق بقى منه، اشيل بقى المكرونه ديت اهيت، واروح بقى ايه اصفيها، واحط بقى العدس بجبه بتاعنا على النار عشان نسويه. وانزل بشويه ميه سخنين مغليين يعني، ويفضل كل حاجه عندنا هنا ميه سخنه اهوت. واسيبه بقى يستوي ايه مع بعضه كده. وعندنا البصلايه اهيت بدأت خلاص تاخد اللون بتاعها اللي انا عايزاه. هنزل بقى بمعلقه من التوم المفروم اهو، او التوم المهروس، يعني مفروم مهروس اي حاجه. واول ما ريحه التوم هتبدأ تطلع معانا كده، هروح بقى ايه اجيب الطماطم، انا ضربها في الخلاط او عصير الطماطم كده، وانزل بقى بيه كده اهو.
واخدها بقى ايه تقليبه كده. اخد الطماطم بقى تقليبه كده معانا، واسيبها ايه لحد ايه ما تبدا تتسبك بقى معانا، ونحط لها بقى البهارات بتاعتها اللي احنا هنستعملها اهو. اول ما بدات تتسبك كده معانا، انزل بقى بنص معلقه من الفلفل الاسود، احنا مش هنكتر البهارات قوي، ونحط معلقه من البابريكا عشان تدي بقى اللون الصلصه الجبار الجامد دوت. وبرده نحط برده ايه يعني قرب معلقه كده، كلها معالق صغيره من الكمون. وديت بقى العطار قال لي ديت بهارات للصلصه بتاعه الكشري جميله جدا، فانا جبتها وجربتها وبصراحه حسيت ان هي ريحتها حلوه قوي. وحطيت بقى شويه من الخل، واقلب كل الحاجات بتاعتنا ديت كده مع الصلصة، واسيبها بقى ايه لحد ايه ما تغلي وتاخد وتدي كده مع نفسها. وما ننساش الملح، خلي بالك من الملح اهو، تظبطي الملح بتاعك عشان الصلصة ما تبقاش حادقة معاكي. واسيب الصلصة بقى كده مع نفسها، واروح بقى علشان اشوف العدس بجبة، وانا حاسة ان العدس بجبة خلاص كده استوى. اشيله بقى من على النار واصفيه، مش هسيبه بقى في المية دي. واجيب بقى ايه الحلة اللي انا كنت سالقة فيها المكرونة، ونحط فيها معلقتين 3 من برضو من الزيت اللي هو بتاع تحمير البصل. ليه؟ عشان نعمل مكرونة خطيرة، مكرونة كشري جبارة. دي المكرونة اللي انا سلقتها اهوت. انزل بقى بيها على الزيت، واخدها بقى ايه تقلبتين كده، واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده بقى 4 5 دقايق، لغاية ما تاخد الريحة بقى بتاعت البصل بقى، وتحسي ريحتها وطعمها خطير اهو. التركة بقى المهمة بقى ديت، انا جبت من البصل اللي انا محمراه شوية زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وتكسروهم كده بايديكي، وتنزلي بيهم على الصلصة بتاعة الكشري، بتودي الصلصة في حتة تانية خالص. بصراحة تركة جبارة جبارة جبارة، بصي خطيرة خطيرة خطيرة. وبكده بقى تبقى الصلصة بتاعتنا بقت مظبوطة. ونروحوا بقى نعملوا الشطة بسرعة كده، اخد شوية من الصلصة واضيف عليهم شوية شطة من الشطة البودر بتوعنا، شطة حارة، ومعلقة من الزيت، واقلبهم كده. وبعد ما اقلبهم بقى ايه احطهم بقى شويه على النار. خلاص احنا خلصنا الصلصه بتاعتنا بقى اهو، نشيلوها، كل اللي نخلصوه نشيلوه. ونجيب بقى دي الشطه بتاعتنا اللي انا بعملها للكشري، بتبقى شطه مولعه نار 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 اهي، تاخديها واول ما تبدا تاخد غلوه تشيليها من على النار كده، وتبقى كده الشطه بتاعتنا بقت جاهزه معانا. بعد كده هنروح نعمله ايه بقى، احنا كده خلصنا المكرونه اهيت. شوفوا شوفوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم على ريحتها، واكيد طعمها هيبقى خطير يعني. بجد انا عملت لكم في الفيديو كل الوصفه بالتفصيل عشان تعرفوا تعملوه مظبوط واحسن من المحلات بكتير. وطبعا بقى هنا النور جه، نعمل بقى الرز والنور موجود. نجيب ايه بقى، حطيت برضو الحله وحطيت فيها شويه من الزيت، وحطيت ايه الشعريه بتاعتنا. ولغايه ما الشعريه اتحمرت كده اهوت باللون دوت، هنزل بقى عليها بالرز، انا غسلاه ومصفياه من الميه طبعا، غسلته كويس. انزل بقى بالرز كده على الشعريه اهوت، واقلبهم بقى مع بعض. وايه وبعد ما تقلبوا كده مع بعض بقى، نجيب بقى ميه سخنه، وتظبطي ملحك بقى، وتظبطي ميتك، وتظبطي رزك، وتخليه تمام التمام. وبعد كده بقى ما ضفت بقى كل حاجه، وظبطت الملح بتاعي، وظبطت الميه، اسيبه بقى ايه يستوي. اول ما يبدا يغلي كده معانا وتبدا يشرب ميته، اوطي عليه عشان ايه يستوي. نروح بقى نعمله ايه الدقه الخطيره. ادي عندنا 5 6 7 فصوص توم كده، وانزل عليهم بالملح، انزلي باي كميه ملح مش هتخسر معاكي. عشان كده كده يعني ايه هنظبطه في الاخر يعني. وننزل بشويه حلوين من التوم. وديت برضو العطار قال لي دي دقه يعني بهارات دقه جميله برضو، قلت اجيبها برضو، وبصراحه طلعت جميله. وعندي قرن من الفلفل الاخضر. واضرب كل الحاجات دي كده، اعملها في الهون، عايزه تعمليها في الخلاط اعمليها، تعمليها في الكبه تطحنيها في الكبه اللي انت عايزاه. بس انا بصراحه يعني ايه بحس بالمتعه كده مع الهون يعني، وبحس ان هو سهل وسريع كده وخفيف. اخر حاجه هضيفها بقى كده معايا ليمونه. اعصر بقى الليمونه كده اهوت، واقلبها كده مع بقى الحاجات اللي احنا دقناها ديت، وانزل بقى بشويه من الخل اهوت. وتبقى كده الدقة بتاعتنا جهزت، بس فاضل لها ايه المية.
انا بقى عندي الازايز ديت ازايز كاتشب، انا بعينها عشان انا بستعملها، ما عدتش برمي اي حاجه خالص. واحط بقى في كل ازازه من دولت شويه من الدقه اللي احنا عملناها ديت، لغايه ما ايه وزعنا كده الدقه في ايه الازايز دي. وننزل بقى بميه سخنه، ما ننزلش بميه بارده يعني تحسي، لا احنا عايزين ميه سخنه زي ما تكون ايه بتسوي بقى ايه الدقه كده، يعني تدوب الدقه كده، الملح مع الدقه مع الفلفل وكده. وشوفوا بقى انا عايزه اقول لكم بقى، ونقلبوها كده، وطبعا انا مظبطه الملح. شوفوا لونها عامل ازاي، لون دقه خطير جدا. طبعا الفلفل الاخضر هو اللي اداها اللون ده، وهو اللي اداها يعني ايه الحلاوه والجمال ده. وبكده بقى نبقى خلصنا الدقه وخلصنا كل حاجه، والكشري بتاعنا بقى جاهز قدامكم اهوت، بسم الله ما شاء الله. عندنا هي المكرونه، مش عايزه اقول لكم على لونها وريحتها وطعمها. والرز بشعريه قدامكم، وادي الشطه بتاعتنا الخطيره. طبعا انا بعمل كميات على قدي، والدقه، وادي البصل، وادي العدس بجبه، وادي الصلصه بتاعتنا بتاعت الكشري. بصراحه وجبه جميله جدا، تعمليها في بيتك هتوفر معاكي كتير عن اللي انت هتشتريه من بره. وبصراحه مش هتاخد معاكي وقت، صدقيني مش هياخد معاكي وقت. ما تفكروش ان هو مثلا عشان الحلل بتاعته ياما ومواعينه ياما ان هو ياخد معاكي وقت، لا بالعكس خالص، عمره ما هياخد معاكي وقت خالص خالص. وعملتي حاجه جميله وكميات، ووفرت فلوسك، وعملتي لاولادك حاجه في البيت وحاجه نظيفه، وولادك هيفرحوا بيها. ودوت بقى الطبق اهوت بعد ما عملناه وقدمناه. وعايزه اقول لكم حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير، وباي باي.